السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم أحمد الغاوي، وده صوت بالاي اي من قناة الكلام مش حيخلص، وصحتي على فيسبوك غاوي اديتر غاوي تعديل. نزلت لكم اضافات كتير عن المونتاج، ولسه هنزل لكم اكثر باذن الله تعالى. هدف الوحيد اني اساعد المبتدئين بقدر المستطاع. وابتدي اعمل النهارده هندخل على اضافات الفوتوشوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الشرح أرجو منكم تدعوا لي أستاذ الباشمهندس أحمد نجيب بالرحمة والمغفرة. والنهارده جايب لكم مجموعة من الألوان الجاهزة. هي المجموعة مش كبيرة بصراحة، هي 395 بس، هتمشي معاكم الدنيا، وإن شاء الله هنزل لكم أكثر في الأيام القادمة. بعد ما تنزل الملف من الرابط اللي خاسبه لكن انت شفته على الشاشة، هتروح لمكان الملف وهنفك الضغط عن الملف. هتفتح الملف وتاخد كل الملفات دي نسخ، وهتروح إلى سي ثم Program Files ثم Adobe ثم Adobe Photoshop ثم Pressed ثم التاني ملف اللي هو 3D LUTs، واعمل لصق. هنا لازم تكون قافل برنامج الفوتوشوب، ولو طلع لك الرسالة دي اعمل استبدال أو تخطي. دي بتكون مكررة وممكن تكون نفس الاسم لكن اللون مختلف. وبعدين أكل الملف ده وافتح برنامج الفوتوشوب. ولو مش عارف تجيبهم منين أو تستخدمه ازاي، أنا حوريك كل حاجة دلوقتي. هتروح إلي ويندو ثم هتدور على حاجة اسمها Adjustments. هتفتح معاك بالشكل ده عشان اللي الأسفل شوية، شايف كل ما الماوس يجي على حاجة الصورة تغير. دي اللي احنا دخلناها دلوقتي، دي بتكون موجودة مع البرنامج حوالي 15 ل 20 واحدة، مش كتير يعني. هتنزل لأسفل شوية، شايف المربع اللي مقسم ب 12 مكعب ده اللي اسمه Channel Mixer. هتقف عند أول واحدة هتدوس عليها، شايف دي كل الألوان اللي احنا دخلناها. أول ما تختار واحدة الصورة هتتغير 180 درجة. طبعا أنا مش متمكن من البرنامج بشكل كامل زي المحترفين في تعديل الصور، بس شغال. المهم لو خدت بالك عمل لك طبقة ثانية فوق الصورة. طيب واحدة يقول لي يا أحمد أنا كل شوية أدخل واختار وأشوف واحدة واحدة، الموضوع هياخد وقت. بص يا باشا، أنت هتختار أول واحدة أو أي واحدة من دول، وأول ما تلاقي عمل لك إطار حوالين الاختيار ده، قلب من سهم الكيبورد اهو، عجله الماوس بس لازم تكون واقفة عليها زي ما انت شايف، وبس كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.